اتسطرت عشان الناس دي ما تنامش زعلانة، وعشان محمد صلاح. سؤال بس واحد او كذا سؤال: ليه طول الماتشات التحضيرية وتصفيات كأس العالم بتلعب برامي ربيعة، والنهارده قعدت ولعبت اتنين تانيين خالص؟ سؤال ليه؟ يعني ده الناس كلها كانت عماله تقول رامي ربيعة هيلعب كده كده، وفي واحد جنبه ياسر بقى، حسام، مين؟ ليه؟ ليه فاتت ان انت ما تلعبش بفيرود وتلعب بمرموش فيرود؟ ليه؟ مع انك عمرك ما عملتها برضو في اي ماتش، لا رسمي ولا ودي. كان كل الكلام يا مصطفى محمد يا اسامه فيصل. ليه؟ اقول لك انا ليه. لان مفيش حد في التلاتة هيرضى يقعد. طبعا محمد صلاح كده كده الموضوع منتهي. فانت دلوقتي هتقعد مرموش ولا تقعد تريزيجيه؟ تريزيجيه لما بيقعد اتقمص، ومرموش مش جاي برضو بالسيتي عشان يقعد. فلازم تلعب التلاتة. رحت مقعد مين؟ الغلبان اللي نزل لعبك كورة، مصطفى محمد، اللي انت قالش ملحته من ساعة ما طلع شوح لك ومش طايقه. تمام؟ فيشاء ربنا ان انت تبلع جون في اول نص ساعة، فتضطر ترجع للخطة الأساسية بتاعتك وتلعب. طب انت عملت كده ليه؟ قول لي. يعني ليه لما دخل فيك جون رحت راجع بقى لاعب مصطفى محمد عادي وسحب واحد من نص الملعب اللي هو امام او ايا كان؟ الموضوع مش في امام يعني. ليه؟ ده يدل اصل انت لو مقتنع باللي انت كنت عامله من الاول هتفضل مكمل عليه، مش الجون اللي غير قناعتك، وانت كده كده ممكن ترجع وعادي. دليل ان انت رجعت اول ما الجون دخل فيك بعدها ب 10 دقايق رحت ساحب واحد بنص الملعب ونازل بمصطفى، ولعبت حتى ولعبت تريزيجيه ولعبت امام سوري، ولعبت تريزيجيه ولعبت مرموش وتمام. بس اللي خلاك ترجع للخطه دي ان انت اصلا عارف ان ده الصح، بس كنت بتقاوح برضو مع نفسك. اصلك هتعند مع مين؟ مع نفسك. فديك اضطريت تلبس جون. وخلي بالك انت لما نزلت مصطفى محمد يعني ايه؟ خلى مرموش يعرف يلعب من تحتيه، وخلى صلاح فايه مشيت واتسطرت وجي جون في الدقيقه 90 عشان خاطر بس صلاح. العند بيولد الكفر، والعند مش هيوصلك لحاجه. وكفايه احساس ان الناس كلها ضدك، وكفايه خلاص احنا بقينا معاك اهو، فرحنا وكسبنا وكل حاجه. اللي مش حبك هو اللي عايز يمشيك، ومش هيعرف يمشيك غير اللي جابك يمشيك، اللي كلنا عارفين هو مين، وانت نفسك بتقول عليه. فما تقلقش، لو اللي جابك مش عايز يمشيك مش هتمشي، ولو عايز يمشيك هتمشي بكره.